صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء، وتحياتي لكم أينما كنتم. معانا النهاردة عملة ضربة في مصر 1277 هجرية. العملة ديت الفئات بتاعتها 20 بارة و20 بارة و4 بارة زي ما احنا شايفين اهوت. انا عايز اقول لكم حكاية ظريفة جدا. انا اول ما اشتريت العملات، اول ما بدأت ادخل في سوق الهواية العملات دي، اتسكيت على قفايا وفقعونا بومبا افيونا، وخدت واشتريت دول ان هم اصلي، وهم ما كانوش اصلي، ان هم مضروبين. واشتريتهم من تاجر الصراحة. الله بقى يصلح حاله. في وسط البلد، برضو في منطقة ديانة من مدة يعني. وهم طلعوا مضروبين. انا وقتها ما كنتش اعرف ان في مضروب في السوق من المعدن دوت. هو عموما المضروب بيقولوا عليه كوبي تأدبا يعني وتحسين لسوقه، لكن هو مضروب مش اصلي. الطقم دوت عشان هو مضروب مش اصلي بيعمل له 150 جنيه، لكن الاصلي منه بيعمل، لو هو اصلي يعمل له 600 جنيه. الاصلي لو مش كوبي يعني بيعمل 600 جنيه. دوت كوبي يعني مضروب، بيعمل له 150 جنيه. وطبعا بالنسبه لي هو مش للبيع، وانا لو فرض ان انا هبيعهم هقول طبعا ان دوت كوبي مش اصلي، لان ما احبش ان الواحد يعني يبقى حد يدعي عليه بعد كده ويبقى نصاب يعني. هو عموما العملات ديت الاصلي منها بيعمل 600 جنيه، والكوبي بتاعي دوت عامل 150 جنيه. هي 20 بارة. يا ترى كانت بتشتري ايه ال20 بارة دي؟ يا ترى انا ما نفسي اعرف. بس كان ممكن تشتري لحمة مثلا، تشتري فرخة، تشتري كيلو بصل، ولا كان وقتها رطل بصل؟ انا ما اعرفش كان بيشتري ايه. عموما اتمنى ان حضراتكم تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. آه، وشكرا ليكم، ودعمكم لينا دايما هو اللي بيعمل الامام. الى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله.